ممتازه. به ابراهيم دياز يتوج بلقب البطوله مع ريال مدريد بعد الفوز 3-0 على كاديس، وهزيمه البارسا ضد جيرونا 4-2 في ديربي كاتالونيا. مازالوا 4 جولات وريال مدريد حسم اللقب. ابراهيم دياز عبد الستار هو اللاعب العربي الوحيد المتوج ب3 ألقاب بطولة في بطولات أوروبية تصنف من ال5 الكبرى. نحكيو هنا على البريمير ليج مع السيتي وفاز مع ميلان ومع ريال مدريد. اكيد ما هو سي با فاسيل انك تفوز في 3 دوريات كبار، معناها وقت نحكيو على الكالتشو والبريمير ليج ولا الليغا، معناها فرق كبيره دو كاليبر. نحكيو على السيتي ميلان ريال مدريد. مازال في 24 سنة معناتها مازلت باش يهز ألقاب مع ريال مدريد، لأنه يلعب في فريق كبير يلعب على الواجهات الكل. فريق اللي ما يفلت حتى شيء. اليوم باش يلقى روحه كيف في الشامبيونز ليج، بوتيتر انه هو يكون مرشح انه باش يفوز باللقب هذايا. دونك ابراهيم دياز كلاعب عربي، هو صحيح لاعب عربي توا معناتها ديرنييرمون جنس في المغرب، ولينا باش نقولوا حاسبه عربي برشا انت ظهري فيك لانه جديد مازال. لانه لا وقت اللي كان في السيتي وكان في الميلان وكل شيء ما كناش نحكيو على اللاعب المغربي كما نحكيو توا، معناها بعد ما تم تجنيسه ولعب المباراه الدوليه الاولانيه مع المغرب، توا ولينا نحكيو على لاعب مغربي، ولينا نحكيو على فيرتي وحاجه معناها ترجع بالنفع على اللاعبين في شمال افريقيا الكل، لانه تكوينه ماهوش تكوين شمال افريقيا، والانتاج نتاعو معناتها الحقيقه 100% اوروبي. دونك وهنا قيمه التكوين غادي وقيمه اللعب، ولكن هو توا مطالب انه توا لازمنا نراو ابراهيم دياز معناها تيتولير بارونتير. ابراهيم دياز اسكو اليوم في ريال مدريد قادر انه يفتك مكانه كاساسي او لا؟ ما يكتفيش باللعب انه باش يدخل شوط ثاني ولا في اخر المباراه، هو وين يدخل راهو يكون ديسيزيف ويعمل اضافه ويسجل. ولكن باش تقعد انت على الدكه ما نعرفش انا ماذا بيا نرى ابراهيم دياز في فريق يلعب كاساسي ويكون قيمه ثابته كيما رينا سانتون معناها كان عندي اسمه تزيري شكون رياض محرز معناها يكون فعال في الفريق ويكون تيتولير. دونك ماذا بينا هو في ريال مدريد السنه كان حاسم في عديد المباريات، هذا ما ينجم حتى حد يشكك فيه. فريق ميلان لعب دور كبير في تحقيق ميلان اسكوديتو في السيتي، بون ما لعبش مرتين لقب الدوري الاسباني موسم 2019 2020 و2023 2024 مع ميلان. كما قلنا كان وراء تتويج فريق الميلان باللقب موسم 2021 2022 وغياب سكوديتو على ميلان لمده 11 سنه. في ميلان بركه كان مؤثر، في الاخرين ما كانش هو حتى سنه في ريال مدريد. ريال مدريد كان يدخل ولكن ماهوش هو معناها ركيزه في ريال مدريد اللي خلته يفوز باللقب. الشامبيونز ليج قادر انه يتوج باللقب مع ريال مدريد الموسم هذا، فخر كبير للمغرب صح عليهم، معناها كان عندهم لاعبي من هذا الصنف من هذا الطراز. محمد سليتي توا مين نحن قد عمره هو ابراهيم؟ 24 سنه. 24 سنه يعني شوف كقيمه نشوف انا اي جوار كي تحب تصنفه انت اسكو ملاعبي ولا مش ملاعبي يلزم تشوف في الباركور نتاعو وين لعب. فما تنجم تكون انت مثلا التتويجات هذوك الكل ما عندكش انت مثلا ما عندكش انتماء للمجموعه باش تهز يعني ما كنتش مشارك في المجموعه اللي حضرت كانت قويه باش انت تشارك مثلا في التتويجات هذيك. لكن كي توصل انت ونشوفوك في ريال مدريد نعرفوا اللي انت قيمه ثابته. ريال مدريد ما تاخذش اي ملاعبي. شفتوا انا حتى مثلا في التالون تاعو ولا ان كان لا يقارن، لكن كبداياته حسيتها كما بدايات ميسي. البروفيل نتاعو جوار دريبلر، جوار رابيد، نفس الطاي، لكن ما نحكوش على كارير لانه ميسي حاجه اخرى. لكن شفته حتى في ماتشوات كان هو الفعال، كان هو اللي يعمل ديفيرونس، كان هو اللي يعمل الفارق. يعني نشوف اللي كل هو مازال صغير لكن كل ملاعبي عنده الفرصة اللي يلزم يستغلها باش نقولوا نحن تعمل له النقلة النوعية في كاريره ككل. إن شاء الله الفرصة هذه ياخذها
مع ريال مدريد، ولا اني استبطيتها شوي لانه عمل ماتشات من كده قاعد تسلف فيه ريال مدريد عطاوه الفرصه كما قال لك، معناها مشى بري لفريق الميلان لمده طويله من ما لقاه. هو عام 2013 مشى لمانشستر سيتي للفئات السنيه الشابه، معناها عام 2013 مقابل 350 ألف أورو. عام 2013 معناها عمره قد عمره وقتها 13 سنة في اليوكاتورز. غادر مانشستر سيتي موسم 2017 2018 إلى ريال مدريد في صيف 2018 مقابل 17 مليون أورو. معناها الريال دفعت في ملاعبي عمره وقتها 18 17 سنة 17 مليون أورو، بما أنه شافوا فيها أنه ينجم يكون الموهبة اللي تنجم تلعب بصفة أساسية مع ريال مدريد. وهنا سامحني يمين إعارته الميلان يا أخي السيتي ما شافتش لي كاليتي نتاع دياز باش ممكن مبلغ المالي اغراها السيتي باش يغريها مبلغ مالي وتعطي انت ان تالون لريال مدريد وقتها. فما ومن بعد ريال مدريد ما استعملوش سلفوا. انا شوف فما سيلفا الاسباني مش على البرتغالي نحكي. انا نشوف مثلا نقيسها حاجه اخرى، نقول مثلا شكون يلعب في ريال مدريد في البوست نتاعو حاليا. ينجم يكون الملاعبي اللي يلعب تيتولير هو اقوى منه شوي. هو لا مش نحكي على تو، هو كذا على 17 يحكي على 17 وقت السيتي باعته لريال مدريد. مازال ما ينجم يضرش، قلت لك ينجم راهو في عام ينجم يتحول، ينجم يتبدل. فما دي جوار، فما مثلا ما تشوفوش حتى ال 20 سنه تشوفوا عادي، بعد في يجي عام كيما جورج وياه